بعدنا مرة أخرى إلى قناتكم للخروج في البرنامج شوف القناة ونبت القناة ولايك يسوق كل ما جديد وهيا بينا نبدأ حلقتنا. معلش الحلقة اتأخرت جدا هذه المرة، ولكن يعني علشان الوقت وكده طبعا، فهيا بينا نبدأ. حلقتنا طبعا النهاردة بعنوان تحليل كامل وشامل للدور الثمانية من كأس العالم أو الدور ربع النهائي. 4 مواجهات هيتلعبوا، هيتأهل منهم 4 فرق إلى النهائي. طبعا واضح إن كأس العالم السنة دي قوي جدا، أقوى بكتير من كأس العالم روسيا 2018 في بعض المواجهات، وفي مواجهات سهلة نسبيا بس مش كتير يعني. أولا طبعا بحب أبارك لي المنتخب المغربي وصوله إلى ربع النهائي. طبعا أنا كنت أتوقع تأهل أسبانيا، ولكن هم قدموا مباراة قوية جدا وقدروا يتأهلوا كمان. حاجتين ساندوهم في ضربات الجزاء زي ما قلت لكم، حارس المرمى، وطبعا حظهم كان حلو ان لعيبه اسبانيا ضيعت وحطت كور بطريقه سيئه جدا، وان لعيبتهم كانوا في افضل احوالهم. بالنسبه طبعا الى دور ربع النهائي، اول مباراه خلاص تعتبر داخله على الابواب، هي مباراه البرازيل وكرواتيا. دي طبعا مباراة تعتبر سهلة نسبيا على البرازيل. البرازيل قدمت بطولة كويسة جدا السنة دي. البرازيل بدأت الفرقة كلها تبقى قوية، البرازيل بدأت الفرقة كلها تسجل. بتشوف ريتشارلسون بيسجل، بتشوف نيمار بيسجل، بتشوف فينيسيوس جونيور بيسجل. حتى الناس اللي بتنزل من على الدكة بتأدي، ممكن تكون مش بتسجل بس بتعمل أداء كويس. وده الفريق البطل هو اللي بيبقى عنده كل الكماليات. البرازيل دفاعيا كويسة جدا. البرازيل عندها أليسون بيكر، قلت لكم طبعا ان دايما ما كنت بتكلم كل اسبوع عن اليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، ان اليسون بيكر السنه دي في اعلى مستوياته. فعلا ده اللي باين الحقيقه، مستوى اليسون بيكر عالي جدا. وده يدل ان هو يعتبر في 3 مباريات لعبهم ما دخلش في مرماه غير هدف واحد، تسديدة طبعا لاعب كوريا الجنوبية. طبعا التسديدة كانت صعبة جدا وكانت مباغتة جدا وكانت رايحة في زاوية صعبة أوي، طبعا ما لا يحسب عليها. حارس المرمى مش بيشيل كل حاجة، حارس المرمى بيشيل جزء بسيط في بعض الأهداف. قد يشيل مثلا آه، جزء كبير في حالة مثلا إن هو طلع غلط على كورة، في حالة مثلا إن هو عمل ضربة جزاء، في حالة مثلا ان الكرة كانت مثلا بين ايديه مثلا سهلة وقدر يمسكها وسابها. طلع على كرة غلط. مثلا كرة كانت برجله كبيرة، اصل اللاعب قطعها منه وحطها. دي اللي تقول مثلا يشيل 90%، 85%، 80% من الهدف. لكن الاهداف بالذات الصاروخية دي لا، ما يشيلش ابدا طبعا. آه، الاهداف يشيل جزء بسيط مثلا او كده لو يقدر يصدها، لكن دي كانت صعبه جدا ما يحملهاش. خط الدفاع على فكره خط دفاع كويس جدا. هم يعتبر عندهم مشكله في الباكات، ده واضح أوي. طبعا اصابات الباكات كلها اصابه الكساندرو، اصابه اليكس تيليس، فده اثر على الباك الشمال، فبقى بيلعب دانيلو الباك يمين باك شمال. ودانيلو اصلا باك يمين تعبان الحقيقه، مش هقدر اقول لك انه باك يمين قوي، مش زي اشرف حكيمي مثلا، مش زي ارنولد، مش زي كايل ووكر، مش زي الناس دي. لا، دانيلو باك يمين ضعيف دفاعيا جدا، وبرضك كومان مش اعلى حاجه، وكمان بيلعب باك شمال مش زي كانسيلو يعني. فدي طبعا مؤثره على ممكن نقطه ضعف شويه في منتخب البرازيل. لو واجه مثلا فريق قوي، لو واجه مثلا في نص النهائي او النهائي مثلا كيليان امبابي، لو واجه مثلا لاعب زي راشفورد، رحيم ستيرلينج، ممكن يلعبوا على النقطه دي. ولكن ممكن تتحل ان شاء الله. طبعا في منتخب البرازيل على ناحيه اليمين ادريم ميليتاو. ادريم ميليتاو على فكره يعتبر مدافع متميز، مش هو مدافع وحش، مدافع متميز جدا. ولكن برضه هو مش بيلعب في مركزه. انا طبعا ما بحبش نقطه ان يكون عندك لاعب مدافع او لاعب وسط ملعب يلعب في مركز مش مركزه. لاعب جناح يلعب مثلا مهاجم، لاعب باك يلعب سنتر باك، لاعب سنتر باك يلعب باك. الحاجات دي ما بحبهاش طبعا، بس اوقات الظروف بتحكم يعني. ولكن بيقدم بطوله مش وحشه. خط الوسط عنده 2 كويسين قوي، عنده كازيميرو. طبعا كازيميرو طبعا كلكم عارفين اللي شايفه من افضل اللعيبه رقم 6 في العالم، يمكن اكون افضل لاعب رقم 6 في العالم، بس خلاص في الكوره قوي جدا. عنده ذات كويسه، تحركاته كويسه. لوكاس باكويتا شغال كويس وسجل في اخر مباراه قدام كوريا الجنوبيه. الهجوم طبعا بسم الله ما شاء الله على البرازيل. طبعا رافينا انا مش مقتنع بيه الحقيقه، مش هنكر النقطه دي. انا مقتنع جدا بفينيسيوس جونيور ونيمار وشارلز، مش شايفين بيقدموا اعلى بطولاتهم. لكن رافينا انا مش مقتنع بيه، مش عارف ليه، شايف اداؤه وحش. شايفه يعني بيأنن كتير، ملوش تأثير، ما سجلش في كأس العالم. شايف ممكن المدرب يغير، مثلا ممكن يلعب بأنتوني مرة، يجرب رودريجو الحقيقة لاعب رائع جدا، ولو بدأ هيعمل شغل. عنده مثلا أكتر من بديل. مارتينيلي ناحية شمال طبعا كويس جدا. بيدرو مش مقتنع بيه برضك. برضك عنده في نص الملعب لعيبة تقيلة زي فيدريكو، طبعا الشاب فريد لاعب مانشستر يونايتد. عنده كمان لاعب
رائع في نص الملعب، خبرات بيلعبوا زي داني ألفيش، زي فابينيو. اللعيبة دي كلها طبعا مش باينة لأنها ما بتشاركش كتير أو بتشارك وقت قليل، لكن لعيبة بسم الله ما شاء الله، لعيبة أسطورية الحقيقة في خط وسط البرازيل وخط هجوم البرازيل بسم الله ما شاء الله. حتى بالرغم من غياب جابرييل جيسوس طبعا للإصابة، نتمنى طبعا عودته السريعة. طبعا الناحية التانية منتخب كرواتيا، منتخب كرواتيا يعتبر منتخب ماشي معاه بالحظ طبعا جدا 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 جدا. هو بس الحاجة الوحيدة اللي تشفع له ممكن وصوله للدور ده ان هو في دور ال 16 قدام اليابان استغل نقطة ان هو لعب بلانتيات مرتين في كأس العالم 2018، ان هو لعب قدام روسيا ولعب قدام الدنمارك وفي الحالتين فاز، فاستغل خبرته في ضربات الجزاء وقدر ان هو يتأهل. لكن هو اداؤه سيء جدا. لعيبه بسم الله ما شاء الله، عندك خط الوسط كوفازيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، كلهم معديين يعني قول 35 سنه بسم الله ما شاء الله. يعني ما فيش اي قوه. يعني عندك اللعيبه اللي في السن ده لما بيكون لوكا مودريتش 37 سنه او 38 سنه، بروزوفيتش كمان كبير جدا عنده حوالي 32 سنة. طبعا اللعيبة دي سنها كبير طبعا، فطبعا بتأثر لأن خط الوسط بيبقى محتاج سرعات والتحامات وقوة بدنية. ده غير إن هما يعتبر ما عندهمش لاعب خط وسط بقوة مثلا كازيميرو ولوكاس باكويتا والناس دي طبعا. خط هجومهم مفيش غير بريزيتش. بريزيتش بسم الله ما شاء الله، بريزيتش ده تقريبا هو اللي كان بيسجل كل أهداف في روسيا 2018، ولغاية دلوقتي هو راجل عنده 34 سنة ولسه هو اللي بيسجل كل أهدافهم في قطر 2022. فده كارثة يعني في حد ذاتها ان انت تبقى اعتمادك كله على لاعب واحد وفي السن ده، صعب قوي الحقيقه. كاماريش بردك المهاجم بتاعه انا شايفه ملوش اي لازمه، عنده 32 سنه وبيلعب في فريق ضعيف قوي في المانيا تقريبا نادي فونهم او حاجه كده، وما بيأديش اي اداء في كاس العالم. الباقي اللي بردك خط الدفاع بتاعهم مش اعلى حاجه. أنا شايف فريق مش اعلى حاجه، فاعتقد كده خلاص. كتر الف خير كرواتيا على هذا الاداء، وكويس قوي انها وصلت للدور ده. فخلاص طبعا البرازيل متأهلة لنص النهائي من غير كلام، وكرواتيا مش هتقدر تعمل اي حاجة الا انها هتعمل دور المشاهد لقوة البرازيل وروعة البرازيل. اللي قلت لكم بنسبة كبيرة هيكون في النهائي طرف من طرفين النهائي البرازيل، والطرف التاني لما نوصل له هقول لكم ان شاء الله طبعا في السكة واحنا ماشيين. ادي طبعا دي اول مباراة خلصناها. نروح بقى للمتعة طبعا. منتخبين في منتخى القوة هولندا والأرجنتين طبعا. منتخب هولندا طبعا أنا بشجعه جدا على عكس منتخب الأرجنتين. منتخب الأرجنتين بنحب ميسي وكل حاجة، ولكن منتخب الأرجنتين منتخب ضعيف. خلينا في واقع منتخب الأرجنتين. مش معنى هيمنته في قارة أمريكا الجنوبية على البطولات بتاعت كوبا وكده. أمريكا الجنوبية مفيهاش غير منتخبين أصلا، هما البرازيل والأرجنتين، مفيش أي منافسة تانية. وكل نهائي بنشوف البرازيل والأرجنتين طرف من الطرفين، لو ما وقفوش بعض في نص النهائي أو دور الثمانية أو كده بنلاقيهم طبعا طرف في طرفين النهائي. يا اما البرازيل تكسب يا اما الارجنتين. فين وفين ممكن تكسب كل كام سنه بطوله كده. وكنا شايفين ان الارجنتين تقريبا كانت من 1990 لغايه 2021 او 2022 ما خدتش غير كوبا امريكا الاخرانيه اللي هي قدام البرازيل، وكان ادائهم زي الزفت. ومش معنى ان هم كسبوا البرازيل بهدف والبرازيل كان عندها اصابات ونيمار ما كانش بيلعب في افضل احواله مع منتخب ضعيف مع ماتش وحش. في بتبقى احوال عادي، ممكن يكون لاعب في افضل احواله والمنتخب اللي حواليه ضعيف، ممكن يكون لاعب مش موجود. نيمار كان موجود في 2021 خسرت البرازيل، نيمار ما كانش موجود في 2019 كسبت البرازيل. نيمار مش كل حاجه في البرازيل، البرازيل منتخب قوي زي ما قلت لكم، بس بتبقى مثلا توفيق. هي جايه من عند ربنا ان هم ياخدوا بطوله بقى. ميسي برضك ما كان بيقدم بطوله مش وحشه، ولكن صعب المنتخب الارجنتيني انه ياخد كاس عالم، صعب. انا شايف طبعا ان كل الناس اللي نتتمنى ونفسها البرتغال والارجنتين يكون فيها كاس العالم، ده امنيه طبعا. انت تشوف ميسي قصاد كريستيانو رونالدو فيها كاس عالم تبقى يعني حاجه كويسه، واخر كاس عالم ليهم والكلام ده كان صعب صعب جدا. منتخبات زي منتخب الارجنتين ومنتخب البرازيل، منتخب البرازيل اقوى من منتخب الارجنتين بكتير. منتخب هولندا حتى اقوى من منتخب الارجنتين. منتخب في ناحيه البرتغال، لا منتخب زي منتخب المغرب ممكن يعدوه برغم طبعا اتمنى توهج المغرب، لكن ممكن يعدوا. لكن مش هيقدروا يعدوا فرنسا، مش هيقدروا يعدوا البرازيل. البرتغال والارجنتين مش معنى ان عندهم ميسي ورونالدو ان هو ميسي ورونالدو. ميسي هينزل يلعب ضد 11 لاعب مفيش حاجه اسمها كده، رونالدو هينزل يلعب ضد 11 لاعب مفيش حاجه اسمها كده. هو منظومه. انت ممكن تكون لاعب لوحدك عادي. هشوف كيليان امبابي، ليه كيليان امبابي بيقول لك ان هو لاعب كويس جدا؟ ليه كريم بنزيما بيقول لك كويس جدا؟ لان منتخب فرنسا مساعدهم، منتخب انجلترا مساعد اللعيبه اللي عنده، منتخب البرازيل العناصر اللي عنده مساعده فريقها. لكن مش معنى ان هو منتخب فيه ميسي او منتخب فيه رونالدو يبقى فيه قوه. الحاله دي مثلا لما بيكون في معاك تلات اربع لعيبه، لكن دلوقتي بالعكس ده منتخب الارجنتين اسوأ. ده منتخب الارجنتين راح منه اجويرو،
راح منه في الدفاع لاعب زي ماسكيرانو، اللعيبه دي كلها خلاص مش موجوده، وخط الوسط مش هفضل احمله، حتى كمان رودريجو دي بول مصاب. فاتوقع تاهل هولندا طبعا مفيش كلام. هولندا هجوميا ما عندهاش اقوى العناصر، بس هولندا عندها في الدفاع فيرجيل فان دايك، عندها ماتياس ديليخت، عندها ستيفان دي فريج، عندها بيليند، عندها دازا دومفريس. فريق بسم الله ما شاء الله. خط الوسط ما تعدش، فان دي بيك، فان داي، فرينكي ديونج. خط الهجوم برضك كويس. فطبعا أتوقع منتخب هولندا، تأهل منتخب هولندا إلى نص النهائي، وأتمنى كمان تأهل منتخب هولندا، لأن صعب الحقيقة الأرجنتين توصل لنص النهائي، مش هنكر. لأن الأرجنتين عندها في الدفاع ورا كريستيان روميرو راح في داهية مش عارف ليه، بيقدم بطولات وحشة جدا. وكلنا شايفين أستراليا كانت عاملة فيهم إيه. أستراليا كانت عمالة تعدي بطريقة مضحكة الحقيقة، وخليساندرو مارتينيز بيشيل. فمش هينفع طبعا. لا، منتخب الارجنتين دفاعه سيء جدا. منتخب الارجنتين خط وسطه مش افضل احواله، ممكن يكون بس في 3 4 عناصر هجوميه كويسين، دي ماريا بجانب ميسي، بجانب مثلا لو لوتارو مارتينيز بلع. رغم ان لوتارو مارتينيز الحقيقه طبعا انا بشوفه الانتر عالمي، الموسم ده مش في افضل احواله في الانتر، وكذلك في منتخب الارجنتين بيهجص. لوتارو مارتينيز راح له 3 4 انفرادات في الماتش اللي فات، كان ممكن يحطهم بيطيرهم في السماء طبعا. فده أتوقع تأهل هولندا بضربة ثابتة أو بفاول أو بأي حاجة يقدروا يتأهلوا، أو بهجمة مرتدة، لأن هولندا أسلوبها هو ده اللي يناسب كأس العالم، هو ده اللي يجيب لك بطولة. نتكلم بقى بعد كده. آخر مباراتين عندنا المغرب والبرتغال. البرتغال زي ما قلت لكم ما توقعش إنها توصل لمكان كبير. ممكن البرتغال تعدي المغرب، ممكن تعدي المغرب طبعا، لأن المغرب برضك عندها نقاط ضعف شوية، رغم إن المغرب عنده عناصر قوية بس برضك عنده نقاط ضعف. على عكس منتخب البرتغال عنده نقاط قوة بس عنده نقاط ضعف كتير. خط دفاع البرتغال برضك مش قادر أحمله، بتلعب بلاعب زي بيبي عنده 40 سنة بسم الله ما شاء الله، يعني ده نقطة ضعف كبيرة جدا عليهم. وحتى لو البرتغال عدت، البرتغال بنسبة كبيرة هتواجه فرنسا او انجلترا في دور نص النهائي، وده هيبقى صعب جدا عليهم التأهل. اتوقع طبعا تأهل منتخب المغرب طبعا. دي نقطة طبعا ان المغرب يعني عندها نقاط قوة، طبعا من ناحية طبعا اتمنى تأهل المنتخب المغربي، وكمان شايف المنتخب المغربي عنده نقاط قوة كويسة. احنا لو قارنا البرتغال باسبانيا، لا البرتغال اقل من اسبانيا كتير. اسبانيا كانت افضل من البرتغال من ناحية العناصر، وكانت افضل من البرتغال من ناحية الكرة الجماعية اللي بتقدمها. فانا شايف توقع منتخب تأهل المغرب الى الدور نصف النهائي إن شاء الله، وأتمنى تأهل منتخب المغرب لنصف النهائي، لأن منتخب كويس. بس أتمنى إن يكون الدفاع موجود، أتمنى يكون مزراوي، رومان سايس، نايف أكرد، أشرف حكيمي. الأربعة دول موجودين هيساعدوا جدا في الدفاع. ومحدش يقول لسه جونسالو راموس جاب هاتريك في سويسرا. لا، سويسرا طبعا فرقة ضعيفة جدا، وسويسرا أصلا وصلها للدور ده كان يعني كده، ما قدمتش يعني احسن حاجه. ولكن ما توقعش طبعا ان البرتغال هتكمل اكتر من كده، وحتى لو كملت ووصلت للدور نص النهائي اعتقد ده هيبقى اخرها في البطوله دي. نروح بعد كده الى مباراه الارجنتين. الارجنتين كده خلاص. كرواتيا والبرازيل، المغرب والبرتغال اخر مباراه، انجلترا وفرنسا. دي اقوى مباراه، دي المباراة المتعة اللي بجد، دي مباراة القوة، دي مباراة المتعة اللي هنشوف فيها فريقين قريبين من بعض من حيث العناصر، فريقين عندهم تخمة في العناصر، فريقين عندهم إمكانيات كويسة. أنا شايف لو مثلا هنبدأ مقارنات، أنا شايف منتخب فرنسا أفضل في كذا مركز عن منتخب انجلترا. يعني حراسة المرمى لا، منتخب فرنسا افضل بكتير من منتخب انجلترا، لان فرنسا عندها حارس هيجو لوريس افضل من بيكفورد شويه يعني مش كتير. خط الدفاع بتاع انجلترا شايف بردك عندهم مشاكل في البطء شويه. ستونز وهاري ماجواير بطاء جدا. امبابي بسم الله ما شاء الله صاروخ هيقدر يعدي، هو وكومان وعثمان ديمبلي ده عندهم طيارات في الناحيه دي. الباكات بردك يمكن الباكات تتفوق شوية صغيرين منتخب انجلترا عن منتخب فرنسا، لان عندهم مثلا كايل ووكر باك يمين كويس، لوك شو بردك باك شمال مش وحش، على عكس طبعا منتخب آه، فرنسا ممكن الباك الشمال افضل من ناحيه سيو هرنانديز افضل من لوكاس من لوك شو. لكن الباك اليمين لا طبعا بيلعب بجول كوندي. طبعا جول كوندي زي ما قلت لكم كلام عن البرازيل، بقول لكم عن فرنسا اللي اصلا باك مدافع، فده ما يلعب في ناحية الباكات فبتأثر عليه شوية طبعا. فأنا شايف في وجهة نظري تأهل منتخب فرنسا هيكون أقرب، لأن منتخب فرنسا دفاعيا بيعرف يقفل الجيم كويس في بعض الأوقات، وهجوميا فتاك وهيقدر يستغل المرتدات كويس قوي. وطبعا دي تقريبا دي ديشار.
كده إن شاء الله طبعًا تكون هدفكم خطوة الخروج في النهاية من الاشتراك في القناة، ومتابعة القناة ولايك ليصلكم كل جديد. عايزين دعم على السلسلة دي إن شاء الله، عشان لسه في حلقتين في البطولة، لسه حلقة نُص النهائي وحلقة النهائي. طبعًا النهارده زوّدنا التحديد شوية، إن شاء الله كمان في حلقة نُص النهائي والنهائي هيكون في متعة عالية جدًا، جدًا، جدًا. وأي حاجة طبعًا حد عايزها أو في أفكار يكتبها لنا في التعليقات. شكرًا على المشاهدة وباي.